لو تكتب في جوجل من أتى بالعلويين إلى السلطة في دمشق، أتى بهم الاستعمار الفرنسي، كانوا سرسرية وقطاع طرق وناس راقين يعني، وناس يعيشون في الجبال، لا علم لا ثقافة لا دين، حتى أنهم ليسوا مسلمين يعني، لا علاقة، ما عندهم لا عقيدة لا دين لا مبادئ لا تربية لا، سرسرية وقطاع طرق كانوا في الجبال. فأتت بهم فرنسا لما استعمرت سوريا في 26 سنة، جعلت منهم هم من يحكمون سوريا وتركتهم ورحلت عن سوريا. فحكم العلوية سوريا مدة 53 سنة. لماذا النظام الجزائري يستميت في الدفاع عن النظام السوري إلى الليلة لا زال الذباب الإلكتروني والذين يشتغلون للمخابرات الجزائرية من صحفيين وكذا يدافعون عن بشار الأسد ويتمنون الخراب لسوريا لكي فقط يثبتون بأن العلوية هم أحسن ناس لحكم سوريا. لماذا؟ ما السبب يعني؟ لأن الجزائر استعمرت من طرف فرنسا 132 سنة، ومن أتى بالعلويين لحكم سوريا هو نفسه من أتى بهذا النظام لحكم الجزائر. ولك الاستنتاج، لماذا النظام الجزائري يستميت في الدفاع عن النظام العلوي إلى يومنا هذا، إلى الليلة لا زال يتمنى الخراب إلى سوريا ويدافع عن بشار الأسد. ووالله لو طلب بشار الأسد للمحاكمة هو وجنرالاته على الجرائم التي ارتكبها في سوريا لرأيتم الجزائر تدافع عنه في الأمم المتحدة وفي الصحافة وعن طريق الذباب الإلكتروني التابع للنظام الجزائري، فقط ليثبتوا أن فرنسا على حق لما وضعت العلويين على رأس السلطة في سوريا، لأن من وضع العلويين هو نفسه من وضع النظام الجزائري الذي شرد وفقر وجوع الشعب الجزائري.